مساء الخير. في برامجي عمري ما نويت نحتقر إنسان، في برامجي عمري ما نويت نقلل من قيمة إنسان، في برامجي عمري ما نويت ولا خممت ولا استهزيت بإنسان. بالعكس البرامج تاعي مديورة لهاد الناس، الناس ضعفاء، الناس المساكن، الناس اللي ما عندهمش، الناس ماشي قادرين يوصلوا صوتهم، ما يقدروش يكونوا برامجي موجهين لهاد الناس ونستهزأ بواحد منهم. ما نقدرش نعطي قيمة ونعطي اهتمام ونعطي قدر لكامل الناس اللي جازوا معايا وانتم الاولين اللي حسيتوهم وتعاطفتوا معاهم، واليوم نهين انسان. مستحيل، هذا مشي انا وهذا مشي برامجي. في العدد اللي جاز فيه معايا امين كان جو الحب والفرح قبل البرنامج، اثناء تصوير البرنامج، وبعد البرنامج. الشطحة اللي شفتوها امين هو اللي طلب انه يدخل بموسيقى تاع فرحة. قال لك انتم دائما تدخلوا ضيوفكم بموسيقى تاعكم، دخل بالموسيقى. واذا شفتوا الشطحه تاعو اهانه، ما على باليش كيفاش تقدر تكون شطحه تاع انسان اهانه. امين كي شطح انا اول واحد شطحت معاه، اذا كان فيها اهانه علاش نشطح معاه؟ سؤال بسيط. بالنسبه لحوايج امين، يا ناس، حكايه على الحوايج هذه اللي حاولت نفهمها وحاولت نشوف وراي الاهانه فيها، ما لقيتهاش. صدقا ما لقيتهاش. الحكايه مع امين على الحوايج كانت قصره باش امين يقدر يلقى روحه ويقدر يطلق روحه ويقدر يكون آلس في الحوار. وهذه الحاجه ما نديرهاش غير مع امين، نديرها مع اي ضيف يجي لعندي. لازم نخليه في الدخله يحس روحه مرتاح، كل واحد على واش ندير له كومونتير، وكل واحد كيفاش نخليه مرتاح على حساب البروفيل تاعو. امين حكينا على حكايه الحوايج باش يكون مرتاح ويطلق روحه ويدخلوا في القصره. واللي شاف الحلقه كامله يشوف مباشره بعد هذيك القصره كي قلت له امين دوكا خلينا من الحوايج من هاد العفايس ايا ندخلوا للمفيد باش يقدر يطلق روحه ويكون آلس في القصره. هذه بالنسبه لحوايجه. وزيد انا اصلا كيفاش انا كهشام بوقفه اللي تعرفوني شغل اتنافى تماما مع مبدا ومع فكره الاستهزاء بانسان وبواش بحوايجه. غريب كيفاش نستهزأ بانسان على اساس حوايجه، والكلام اللي مولفين تسمعوه مني والهضره اللي مولفين نقولها في كل برامجي وين راحت؟ نسيتوها. ما يقدرش يكون هذا وهذا نفس الانسان، مستحيل. وزيد انا نتمسخر بانسان على حوايجه، وع انه انا انسان راكم تشوفوني 5 سنين وانا لابس لكم نفس الكوستيم، لو ميم كوستيم نوار ما بدلتوش، هاوليك التريكو تاعو راني لابسو دوكا. كيفاش نستهزأ بانسان على اساس حوايجه؟ ما تعلمنا هذا الشيء، ما تربينا على هذا الشيء، ما نقدر نكون بهذه التفاهه وبهذه الدناءه وبهذا المستوى المنحط باش نتمسخر بانسان على حوايجه. اللي يعرفني واللي موالف يتبعني يعرف باللي موالف ونقصر قصرات هكذا اخرجت عن اطارها، ما على باليش كيف، على استغراب وشغل. علاش الناس راهم يهضروا هكذا؟ علاش الناس راهم يتنمروا عليا؟ علاش انت ما قلت لي والو؟ انت ما هضرت لي والو وكنا بيان ونورمال، وما ديرش في راسك خويا هشام، ما ديرش في راسك خويا هشام. هذه الجمله الاخرى اللي سمعتها من عند امين. انا نفهم واش حس امين، ونفهم واش عاش امين، ونفهم الضغط اللي تحط تحته امين بعد البرنامج، واتاسف لذلك واتاسف لامين. اتاسف للشيء اللي راهو يعيش فيه دوكا باسكو ماشي سهل. في الختام، انا صحفي وانا اعلامي، بصح قبل ذلك انا انسان، وطريقه تقديمي للبرنامج تتماشى ولا تفضل الانسان قبل الصحفي وقبل الاعلامي. وعلى هذه اللي انتم حبيتوا البرنامج، وعلى هذه اللي تبعتوه. دائما في برامجي نقول لكم شوفوني